السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله هاخد الجزء الثاني من التنفس الخلوي. انا كنت خدت جزء قبل كده. النهارده هنتكلم بقى عن دورة كريبس، سلسلة نقل الالكترون، والتنفس اللاهوائي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيبقى التنفس في الكائنات الحية، ويبقى احنا كده بالفيديو اللي جاي باذن الله نكون خلصنا المنهج خالص ان شاء الله. يلا رددوا معايا: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعالوا في البداية كده نتكلم عن مين؟ دورة كريبس. دورة كريبس دي لها مسمى تاني اسمها دورة حمض الستريك أو دورة حمض الليمون. تمام؟ هنعرف هي سميت بدورة كريبس ليه ودورة حمض الستريك ليه، ولكن ده مصطلح تعرفوه كده. تمام؟ طيب، هي دورة كريبس سميت بدورة كريبس ليه؟ نسبة إلى اللي اكتشفها، اللي هو الطبيب وعالم الكيمياء الحيوية اللي هو هانز كريبس. يبقى نسبة سبب التسمية، هقول نسبة إلى مكتشفها مين؟ الطبيب وعالم الكيمياء الحيوية هانز كريبس. تمام. طب هي بتحصل فين؟ قال لك بتحصل داخل الميتوكوندريا، يبقى تحدث داخل الميتوكوندريا. تمام. كمان بتتم في وجود الاكسجين ولا عدم وجود الاكسجين؟ قال لك لا، وجود الاكسجين، يبقى تحدث في وجود الاكسجين. تمام كده. يبقى دورة كريبس او حمض الستريك هنعرف بعدين حمض الستريك دي لما نعمل المخطط بتاعها الاول، ودورة حمض الليمون. سبب التسميه بتاعت دوره كريبس نسبه الى المكتشف بتاعها اللي هو الطبيب وعالم الكيمياء الحيويه هانز كريبس، وهي بتحصل في الميتوكوندريا ومحتاجه اكسجين او بتحدث في وجود الاكسجين. احنا كنا بقى وصلنا من انشطار الجلوكوز الى 2 حمض البيروفيك، صح؟ 2 حمض مين؟ البيروفيك. طب نكتبهم اهو. عندي انشطار عشان تجمعوا المعلومه، انشطار الجلوكوز كنا وصلنا الى 2 جزيء من حمض البيروفيك، وقلنا يا اما يخش في تنفس هوائي اللي هي مين دي بقى؟ دورة كريبس. تمام. طيب، واللي هو يا اما يخش في التنفس اللاهوائي يعني عدم وجود الاكسجين، ده هيديني نوعين من التخمر، يا اما تخمر حمضي يا اما تخمر كحولي، وده على حسب نوع نوع الخليه. احنا بقى عايزين ده اهو 2 حمض البيروفيك لما يبقى فيه تنفس هوائي يعني وجود الاكسجين هيخش دورة كريبس ازاي؟ قال لك ان عندي 2 جزيء حمض بيروفيك محتاج واسطة علشان يخش الكلية بتاعت مين؟ دورة كريبس. محتاج واسطة ومحتاج مرحلة تحضير. تاني، انا عندي 2 جزيء حمض البيروفيك، ركزوا معايا علشان تبقى سهلة زي ما الجزئية بتاعت انشطار الجلوكوز كانت سهلة. الطلبة قالت لي ان هي كانت سهلة بتاعت انشطار الجلوكوز وفهموها. ركزوا في دي كمان علشان تفهموها، علشان بعد كده ما يبقاش عندكم مشاكل في التنفس. انا عندي 2 جزيء حمض البيروفيك، هو طبعا في 3 ذرات كربون. قال لك محتاج واسطة عشان يخش الكلية بتاعت مين؟ دورة كريبس. ايه هي الواسطة؟ قال لك 2، لان هو 2 جزيء يبقى 2 كو انزيم ايه، او بقول عليه مرافق انزيم الف. تمام كده. طيب، دي الواسطة. لسه محتاج فترة تحضير. ايه هي فترة التحضير؟ قالك علشان اعرف فترة التحضير بتاعته هرسم الشكل بتاعه اللي هو التركيب بتاعه، تركيب الجزيء. ادي سي وادي سي وفي 3 ذرات، وادي سي هنا سي او او اتش، واقول لكم انا عملتها كده ليه دلوقتي، وهنا اتش وهنا اتش. تمام. احنا عندنا هنا سي 3 اتش 4 او 3. لو جيت وشفت هنا معايا هتلاقيه هنا 3 ذرات اكسجين 3 ذرات كربون ولكن 3 ذرات هيدروجين. هتقولي مش انت قايله 4؟ هقول لك ايوه، ما علشان الرابعه دي راحت في الرابطه اللي هي بربط بيها ما بين حمض البيروفيك الى كو انزيم ايه، فمش هتفرق معايا في حاجه. تمام. طيب، دي فتره التحضير. قال لك فتره التحضير بقى ان 2 حمض البيروفيك لما بيتحد مع مرافق الانزيم اللي هو الواسطه الكو انزيم ايه، هيدوني
اتنين جزيء اسيتايل اللي هو 2 ذرة كربون مرافق انزيم ايه او كو انزيم ايه، ده 2. تمام، وده كان فيه 3، يبقى اكيد فقد كربون. قال لك ايوه، ما انا بفقد مين؟ بفقد الجزئيه دي اللي هي CO2، عشان كده هنا هقول لك يبقى CO2. تمام، والهيدروجين اللي هنا تروح تعمل ايه؟ تعمل اختزال للناد موجب. يبقى انا عندي هنا 2 ناد موجب هيديني 2 ناد اتش، 2 ناد اتش. يبقى معنى كده ان حمض البيروفيك حصل له اكسده ولا اختزال؟ انت قلت هنا اهو، او اكتبنا اهو حصل اختزال، يبقى لازم يحصل ليه؟ طالما هنا حصل اختزال يبقى اكيد حد تاني حصل له اكسده، اللي هو مين؟ اللي هو ده، يبقى ده حصل له اكسده. تمام كده يا ولاد؟ يبقى ده حصل له اكسده. يعني ايه حصل له اكسده؟ يعني فقد هيدروجين. يعني ايه حصل له اختزال؟ يعني اكتسب هيدروجين، اهو الناد موجب اتحول الى الناد اتش. دي مرحله ايه؟ مرحله التحضير، وده الايه؟ وده الواسطه، وديت المرحله دي بنسميها مرحله الايه يا ولاد؟ التحضير. عشان كده الحته دي لسه ما دخلناش في دوره كريبس. قال لك ان الجزئيه دي حلقه الوصل ما بين انشطار الجلوكوز ودوره كريبس. تمام، طيب يبقى احنا عندنا ده اللي هيبدا مين؟ اللي هيبدا دوره كريبس. قال لك طب هو يعني اللي هو الاسيتايل ده بيجيش غير من حمض البيروفيك بس؟ قال لك لا، ده ممكن يجي من ايض الاحماض الايه؟ الدهنيه، وممكن يجي من ايض مين كمان؟ من ايض الاحماض الامينيه. طب هي الاحماض الامينيه جايه منين؟ قال لك جايه من البروتين. طب والاحماض الدهنيه جايه منين؟ قال لك جايه من الدهون. يبقى معنى كده ان ممكن ايض الحمض الدهني يحصل ايضه فيديني اسيتايل، وهقول لك المرافق الانزيم ده هيبقى موجود فين. والبروتين بيديني الاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه لما بيحصل لها ايض ممكن تديني مين؟ جزيء الاسيتايل. تمام كده؟ تمام. وهنا فقد ايه؟ ثاني اكسيد الكربون اللي هي CO2. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال لك انا عندي مركب اسمه الاوكزالو اسيتيك، فيه 4 ذرات كربون. يبقى انا حمض الاوكزالو اسيتيك فيه 4 ذرات كربون. تمام. قال لك لما بيجي يتحد مع ده هيديني ايه؟ حمض الستريك، اللي هو اسمه اصلا الايه؟ الدوره بتاعت دوره كريبس. حمض الستريك 6 كربون، ما هو لازم يبقى فيه 6 كربون، امال ايه؟ ما هو ده 2 وده 4، يبقوا كام؟ يبقوا 6. ويطلع مين؟ يطلع الكو انزيم ايه؟ اللي هو المرافق. طب ليه بتطلع ليه؟ طب ما يتنيه قاعد. قال لك لا، عشان يرجع يتحد مع اللي يبقى واسطه لمين؟ لحمض الايه؟ لحمض البيروفيك، ويبقى واسطه لاي جزيء عايز يخش دوره مين؟ دوره كريبس، يعيد الكره تاني. حلو كده؟ طيب اللي احنا دخلناه ده وانا بتكلم قلت جزيء الاسيتايل، ايوه مش الاتنين. ما اللي انا هعملها دي الاول دوره واحده، والنتائج اللي هتطلع ابقى اضربها في 2، يبقى انا كده جبت دورتين. يبقى كل جزيء اسيتايل بيخش دوره واحده في دوره كريبس. يبقى الاتنين جزيء اسيتايل هيعملوا كام دوره كريبس؟ او هيخشوا في دوره كريبس كام مره؟ مرتين. يبقى انا عندي جزيء الاسيتايل لما يرتبط مع حمض الاوكزالو اسيتيك يديني مين يا ولاد؟ يديني حمض الستريك. حلو، حمض الستريك هيقوم مديني بعد كده مين؟ هيديني بعد كده حمض الكيتو جلوتاريك اللي هو 5 ذرات كربون. قال لا، معنى كده ان انا فقدت كربونه. ايوه، يبقى انا كده فقدت CO2. ما هو ده في COH، هفقد منه او هاخد منه CO2، والهيدروجين هيتم فقدها. فلما يتم فقدها يبقى معنى كده ان ده حصل له اكسده. طب مين بقى اللي قصاده يحصل له اختزال؟ قال لك الناد موجب. يبقى الناد موجب هيديني الناد اتش. تمام كده؟ تمام. وده فيه 5 ذرات كربون. قال لك ال5 ذرات كربون او حمض الكيتو جلوتاريك هيديني مين؟ حمض السكسانيك. حمض السكسانيك او حمض السكسانيك. تمام، 4 ذرات كربون. معنى كده ان هو فقد برضو الكربونه. نعمل السمع عشان نعرف ان ده طالع CO2. وهي اكيد فقد مين؟ هيدروجين. تعمل ايه؟ تروح تعمل اختزال للناد موجب تديني الناد اتش. كلام جميل. قال لك بقى حمض مين؟ حمض السكسانيك ده هيديني حمض الماليك. حمض الماليك.
عكس حمض المليك دي فيه 4 ذرات كربون. يبقى هل كده فقد كربون؟ قال لك لا، هنا مفيش فقد كربون بس في فقد هيدروجين، بس هيتحد مع مين؟ قال لك هيتحد مع الفاد ويحولها لي الى الفاد H2 مش الناد. يعني اهو هقول الفاد هيتحول الى الفاد اتش ايه يا ولاد؟ الفاد H2 وهيديني هنا طاقه. الناد الاي دي بي يا ولاد تتحول الى الاي تي بي طاقه اهي. يبقى انا هنا نتجت طاقه واداني هنا الفاد H2 وعندي هنا الناد وعندي هنا الناد اتش. يبقى هنا الناد اتش الفاد H2 وعندي هنا الاي تي بي. تمام. قال لك طب المرحله من دي لدي ده هنا 4 وهنا 4 يبقى مش هيفقد كربون خلاص، يبقى ما اقولهاش. امال ايه؟ هيفقد هيدروجين. يبقى هيتحول من هنا برضك الناد موجب الى الناد ايه؟ الى الناد اتش. الى الناد ايه؟ الى الناد اتش. يبقى معنى كده ان الاتنين دول ما حصلش فيهم فقد كربون، فعشان كده ما طلعش منهم ذرات كربون. ولكن هنا اداني جزيء اي تي بي واداني واحده فاد H2 و3 اهو ناد 3 مين يا ولاد؟ 3 الناد اتش. ده امتى؟ جزيء اسيتايل واحد دخلت دوره كريبس مره واحده. يبقى معنى كده لما اجي اقول عدد الجزيئات المتحرره اثناء دوره واحده من جزيء اسيتايل واحد قد ايه؟ اهو عدد الجزيئات المتحرره اثناء دوره كريبس. اثناء دوره كريبس مره واحده، اللي هو يقصد جزيء اسيتايل واحد. ايه هي الحاجات؟ لو جمعتوا الحاجات هلاقي عندي واحد اي تي بي، واحد فاد H2، واحد فاد H2 وعندي كام ناد اتش؟ 3 جزيئات، 3 ناد اتش. تمام. كام بقى جزيء ثاني اكسيد الكربون؟ انا عندي ثاني اكسيد الكربون مفيش غير، انا بتكلم على دي على دوره كريبس. يبقى CO2 كام واحده يا ولاد؟ CO2 عندي احنا قلنا 2، يبقى 2 CO2 و3 ناد اتش وواحد فاد H2 وواحد ATP. ده امتى؟ في الدوره الواحده بتاعه دوره كريبس. لو انت بقى عايز تقول دورتين في دوره كريبس يبقى تقول هيديني 2 ATP، هيديني 2 فاد H2، هيديني 6 ناد H2 ناد اتش بس، وهيديني 4 CO2. طب ايه هي اهميه دوره كريبس؟ لما انت لسه قايل وعارف من قبل كده من الحصه اللي فاتت ان انا اصلا بعمل ده كله او المخططات دي كلها بتتم عشان اصلا انا عايز طاقه، اللي هو تحرر الطاقه لانتاج اي تي بي. هتقولي هي فين الطاقه دي؟ ما فيش غير اي تي بي واحده. في إيه؟ واحنا اساسا في انشطار الجلوكوز كان مديني 2 اي تي بي وقلت ان هي كميه غير كافيه. تمام. وكان مديك ناد اتش. هنا قلت لي وهنا الكميه غير كافيه في انشطار الجلوكوز، فاحنا هنخش دوره كريبس. يبقى انا استفدت ايه؟ لا انت استفدت كتير. احنا ما بنتكلمش دي اسمها اي تي بي المباشره. امال ايه؟ قال لك انت عارف الفاد H2 والناد الهيدروجينات اللي عليها لما بيتم ازالتها على السيتوكرومات اللي هي بقى في دورة او في سلسلة نقل الالكترون اللي احنا هنقولها كمان شوية، ده اللي بتديني الطاقة. عشان كده الطاقة من هنا كتيرة. تمام. تاني يبقى هنا الاي تي بي. هتقول لي طب والاي تي بي واحده بس، انا استفدت ايه كده من دوره كريبس؟ ما كان احسن لي انشطار الجلوكوز وسكات. قال لك لا، قال لك ان الفاد H2 والناد دول بيتم ازاله الكربون او ازاله الالكترونات ومن عليها وتنتقل خلال السيتوكرومات خلال سلسله مين؟ نقل الالكترون، وبالتالي تتحرر الطاقه او بتتجمع في صوره اي تي بي. طب نيجي نكتب الكلام اللي احنا قلناه وهتفهموا الكلام اللي انا قلته ده لما اجي اتكلم عن سلسله نقل الالكترون كمان شويه. نيجي الاول نكتب اهميه مين يا ولاد؟ اهميه دوره كريبس. كل حاجه تاخدوها بالراحه. تمام. الحاجه انتوا الجزئيه انتوا مش فاهمينها عيدوها تاني. اهميه دوره كريبس. افهم ما تحفظ. لو انت فهمت هتعرف تحل اي حاجه، لو انت حفظت هتنسى مش هتعرف تحل والمعلومه مش هتكون واصله لك. هنا اهميه دوره كريبس قلت تحرر الطاقه لانتاج الاي تي بي. ازاي؟ هقول عن طريق اكسده ذرات الكربون خلال مجموعه من التفاعلات. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ازاله
الالكترونات، عن طريق ازاله الالكترونات. ما انا عملت اكسده لذرات الكربون اللي هي موجوده في المركبات، فشلت منها الكترونات، فكده اسمها حصل لها اكسده. مين اللي هتستقبلها بقى؟ الفاد والناد. وبعد كده الفاد والناد هتروح تديهم لمين؟ للسيتوكرومات. يبقى ازاله الالكترونات، ازاله الكترونات تستقبلها مين؟ الفاد والناد. تستقبلها الفاد والناد موجب، وتنقلها إلى مين؟ إلى السيتوكرومات، اللي هو خلال سلسلة نقل الإلكترون. ليه الكلام ده كله؟ أنا عايزاه عشان أحرر الطاقة اللازمة لإنتاج ال ATP. تمام. نيجي بقى نقول سؤال علل. دورة كريبس لا تتطلب وجود الأكسجين. إزاي وأنت قايل لنا في الأول وجود أكسجين؟ أيوة، أنا بقول وجود الأكسجين عشان يحصل إيه؟ يحصل أكسدة لحمض البيروفيك، يحصل أكسدة حمض البيروفيك، ويحصل اختزال للناد موجب والفاد إيه؟ والفاد. صح ولا لا؟ تمام. طب هنا بيقول لي لا يتطلب، ما أنا هقول لك لا يتطلب ليه. هو بيقول بيقترح، تمام، أو بيفترض لا يتطلب دورة كريبس وجود الأكسجين. هتقول لي ليه ممكن استغنى عن الاكسجين؟ قال لك لان اكسده ذرات الكربون اللي هي موجوده في المركبات اثناء تفاعلات دوره كريبس بتتم بواسطه فقد ايه؟ الالكترونات. بتفقد الكترونات، يحصل لها اكسده، يستقبلها الفاد والناد موجب اللي بيحصل لهم ايه؟ اختزال. علشان كده لا تتطلب دوره كريبس وجود الاكسجين. ممكن نستغنى عن الاكسجين اللي هو بيتم من خلاله الاكسده؟ لا، ده ذرات الكربون هي اللي بيحصل لها اكسده، ان هي بتفقد الالكترونات تروح تعمل اختزال للناد موجب والايه؟ والفاد. عشان كده بيقول لك لا تتطلب، هي بتتم في وجود الاكسجين. بس بيقول لك لو انا قلت لك لا تتطلب ليه، هتقول لي لان في حاجه بتعوض الاكسجين اللي هو اكسده ذرات الكربون اثناء تفاعلات ايه؟ كريبس. يبقى هقول هنا علل لا تتطلب دورة كريبس وجود الأكسجين. ليه؟ قلت ليه لا تتطلب؟ هقول لأن أكسدة ذرات الكربون أثناء تفاعلات كريبس تتم بواسطة فقد الإلكترونات، والتي تستقبل بواسطة الناد موجب والفاد. تمام، تستقبل. تمام. طب احنا ليه ما قلناش او لسه ما قلناش دورة كريبس بتسمى بدورة حمض الستريك؟ ولا انت هتنسي؟ لا، مش هنسى ان شاء الله. نيجي ناخد السؤال ده. علل تسمى دورة كريبس بدورة حمض الستريك. ليه تسمى دورة كريبس بدورة حمض الستريك؟ لأن الدورة بتبدأ بحمض الستريك وتمر ب3 مركبات وسطية، وفي الآخر تنتهي بحمض الايه؟ الستريك. علشان كده سميتها بايه؟ بحمض الستريك. اهو أنا بدأت بيها وهاجي في الآخر انتهي عندها برضك، وهكذا. تمام. علشان كده سميت دورة كريبس بدورة حمض الايه؟ بدورة حمض الستريك. هقول ليه؟ هقول لأن الدورة تبدأ بحمض الستريك، وهو أول وسيط أيضي يتكون في الدورة، ويمر ب3 مركبات وسطية. تبدأ بحمض الكيتو جلوتاريك اللي هو 5 ذرات كربون، ثم حمض السكسانيك اللي هو كان كام؟ 4، 5 و4، ثم حمض الماليك اللي هو 4 ذرات ايه؟ كربون، لتنتهي
بمين؟ لتنتهي التفاعلات بحمض مين؟ الستريك، بحمض الستريك. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا دورة كريبس وظبطناها وعرفنا كل الحاجات اللي فيها وفهمناها كمان. الحمد لله. نيجي نشوف بقى سلسلة نقل الإلكترون. يبقى أنا عندي سلسلة نقل الإلكترون. سلسلة نقل الإلكترون بتحصل فين؟ قال لي بتحصل بعد نهاية دورة كريبس، وهقول لك ليه. تحدث بعد نهاية دورة كريبس. ركز في الحتة دي شوية. تحدث في نهاية دورة كريبس، ولكن هي أساسا بتبقى في تناغم وتوافق مع برضك انشطار الجلوكوز، وهقول لك ليه. ركز معايا الأول. هي تحدث بعد نهاية دورة كريبس علشان الفاد والناد. كمان هي المرحلة الأخيرة من التنفس الهوائي، لأن التنفس اللاهوائي دخلنا في التخمر. كمان بتحتاج إلى أكسجين، وهقول لك ليه. نسيب دي دلوقتي. كمان تحدث في الميتوكوندريا زي مين؟ زي دورة كريبس. تمام؟ طيب خلي بالك من النقطة دي عشان هقولها لك كمان شوية، ودي برضو لما اجي اعمل الخطوات. طب ايه أهمية سلسلة نقل الإلكترون؟ عشان تحرر لي الطاقة المخزنة في الناد اتش الناد اتش والفاد اتش 2 اللي هي مرافقات الانزيمات. مش انا كنت بقول لك في دورة كريبس ما طلعتليش غير واحد بس اي تي بي، هعمل بيه ايه؟ وفي الجزيئين بتوع الاسيتايل لو الاثنين دخلوا هيديني 2 اي تي بي، كميه قليله. امال هتيجي منين الكميه الكبيره بتاعه الطاقه اللي احنا اساسا سيبنا انشطار الجلوكوز وقلنا نخش دوره كريبس عشان نجيب طاقه اكتر؟ قال لك ما هي دي بقى سلسله نقل الالكترون. اهميتها بتحرر لك الطاقه المخزنه في الناد اتش والفاد اتش 2 اللي هي مرافقات الانزيمات الناتجه من كل من انشطار الجلوكوز ودوره كريبس. هو انشطار الجلوكوز جاء فيها مرافقات انزيمات؟ ايوه الناد اتش. تمام. ومن خلال مرور الالكترونات على تتابعات في سلسله نقل الالكترون تديك مين؟ تديك الطاقه اللي احنا بنسميها بالفسفره التاكسديه. طب ما نيجي نكتب اهميه الاول مين؟ سلسله نقل الالكترون. اهو أهمية سلسلة نقل الإلكترون. أهمية سلسلة نقل الإلكترون إيه بقى؟ تحرر الطاقة المخزنة في الناد اتش والفاد اتش 2 اللي هي مرافقات الإنزيمات الناتجة من كل من مين ومين؟ انشطار الجلوكوز، ده كان أول واحد، واللي بعد منه دورة مين؟ ودورة كريبس. من خلال ايه بقى؟ اللي هي بقى ايه؟ من خلال سلسلة نقل الإلكترون. ازاي بقى؟ من خلال مرور الإلكترونات اللي هي موجودة في الناد والفاد دول، ده وده. مرور الإلكترونات على تتابع من السيتوكرومات فيتكون جزيئات ال ATP اللي هي الفسفرة التأكسدية. تمام؟ ليه بقى؟ الحتة دي مهمة، لأن عمليات نقل الإلكترونات تتم بالتوازي مع كل من عمليات انشطار الجلوكوز ودورة كريبس في نفس الوقت. دي الحتة اللي أنا كنت بقول لكم عليها أهي. لأن عمليات نقل الإلكترونات تتم بالتوازي مع كل من عمليات انشطار الجلوكوز ودورة كريبس في نفس الوقت. ايه؟ بالتناسق والتناغم مع عرفتوا ليه؟ يعني الناد اللي طلعت في الانشطار مش هتستناها قاعده تستنى كريبس لما تيجي تخش، لا ده تخش مين؟ الناد دي تروح على سلسله نقل الالكترون على طول، بس هي مش واضحه عندكم، مش مكتوبه اللي هو بالتناغم. فعشان كده قلت لكم في الورقه اللي كانت قبل كده اهي، قلت تحدث بعد نهايه دوره مين؟
دورة كريبس، على اساس الفاد والند يخشوا في دورة في سلسلة نقل الالكترون عشان يدوني طاقة. ولكن الانشطار طبعا الند اللي فيها مش هيتنيه قاعد مستني لما دورة كريبس تخلص. فدي الحتة اللي انا كنت بوضحها. طيب عايزين نشوف بقى الخطوات بتاعتها عشان افهم اهميتها اكتر. طيب نيجي نشوف الاول اللي هي سلسلة نقل الالكترون، الخطوات بتاعتها. احنا عندنا السيتوكرومات اللي هي حاملات الالكترونات عامله زي درجات السلم. ادي درجات السلم، درجات السلم بالشكل ده كده. تمام. طيب السيتوكرومات دي بقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن تتابع من مرافقات الانزيمات. ما هي دي اسمها مرافقات انزيمات برضو. يبقى انا اكتب اهو السيتوكرومات. ادي السيتوكرومات. عايزه اعرفها ايه هي بقى السيتوكرومات. السيتوكرومات هي عبارة عن تتابع من مرافقات الإنزيمات التي توجد في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. تمام. حلو. طب انا بقى عندي الهيدروجين اللي محمول هنا ومحمول هنا، يبقى دي السيتوكرومات درجات سلم اهو. عندي الهيدروجين اللي هنا اللي هو اتش. تمام. اللي هي ذرات الهيدروجين دي المحموله على مرافقات الانزيم اللي هي الفاد اتش واللي هي الناد اتش والفاد اتش 2. قال لك بيبقى فيها حاجتين، بتتقسم الى حاجتين، بروتينات والكترونات. يعني هتبقى دي اتش 2 هتنقسم الى الكترونات وبروتينات. البروتينات 2 اتش موجب. تمام. و2 الكترون. الالكترونات بقى بتعمل ايه؟ قال لك السيتوكرومات بتحمل الالكترونات على مستويات طاقه مختلفه، تنتقل من مستوى الى مستوى اخر، او تنتقل من مستوى الى مستوى اخر. الالكترون ينتقل من هنا، وهو بينتقل هيفقد مين؟ هيفقد طاقه، فيجمع لي الاي دي بي مع البي ويديني اي تي بي. طب ينتقل الى المستوى اللي بعده، طبعا الطاقه بتنخفض اللي موجوده فيه، هيديني برضو طاقه اللي هو الاي دي بي زائد البي هيديني الاي تي بي، وده الالكترون. هينزل تاني هيبقى يديني اللي هو طاقه تنطلق طاقه اللي هو الاي تي بي. في الاخر هيديني الالكترون العادي. اتبقى لي الالكترون العادي ومين؟ والبروتون. مين اللي هيستقبلهم؟ الاكسجين. علشان كده كنت بقول لك لما كنت بتكلم في سلسله نقل الالكترون وانا بكتب تحتاج الى الاكسجين. اهي انا محتاجه الاكسجين عشان يستقبل ده ويستقبل مين؟ ويستقبل ده. تاني يا ولاد، السيتوكرومات هي عباره عن درجات السلم، تتابع من مرافقات الانزيمات الموجوده على الغشاء الداخلي الميتوكوندري. حلو. الهيدروجين بقى اللي موجود على الناد اتش والفات اتش 2. تمام. بيبقى حاجتين، الكترونات وبروتونات. الالكترونات هي اللي بتنتقل على مستويات مختلفه من السيتوكرومات، فاثناء انتقالها من مستوى عالي لمستوى اقل بتفقد طاقه فبتجمعها لي في صوره اي تي بي. يرجع في النهايه خالص اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي اللي هو الالكترون العادي والبروتون، او يبقى نص اتش 2. تمام. زائد 2 بروتون زائد 2 الكترون عادي. ده هيديني مين؟ اتش 2 او. تمام. طبعا هتقولي المفروض يحصل اختصارات. لا، المعادلات في الكيمياء بيحصل لها اختصارات، اما في الاحياء لا. يعني معنى كده ان انا لو خدت 4 من ده، خدت 4 من البروتون وخدت 1 سليم من الاكسجين، ده هيديني ايه يا ولاد؟ هيديني 2 اتش 2 او. يبقى لو انا عايز اخد اكسجين سليم. تمام كده. طيب يبقى ديت المعادله ودي المعادله عشان لو جات لك. يبقى هنا ما بيبقاش في اختصارات في الاحياء، ولكن في معادلات الكيمياء حاجه تانية. تمام كده. طيب يا رب بس الجزئيه دي تكونوا فهمتوها. يبقى معنى كده الاكسجين هو المستقبل الاخير في سلسله نقل الالكترون. هو المستقبل الاخير في سلسله نقل الالكترونات. طيب عرفنا ليه سلسله نقل الالكترون تحتاج الى اكسجين؟ ايوه خلاص عرفنا ليه هي محتاجه اكسجين. ليه استقبال اهو، اكتبها عشان لو حد عايز يكتب. ليه استقبال الالكترونات العاديه والبروتونات الموجبه لتكوين طبعا مين يا ولاد؟ جزيئات الماء. تمام كده. تمام.
طيب يعني معنى كده في سلسله نقل الالكترون انا حصلت على ايه؟ او حصلت على الطاقه. طب حصلت على الطاقه ازاي؟ قال لك ما هو من خلال الانتقال على السيتوكرومات الموجوده في الغشاء الداخلي الميتوكوندري. طب الناتج بتاعها كان ايه؟ قال لك ان الناد اتش والفاد اتش 2، قال لك الجزيء من ده بيبقى ب 3 اي تي بي، بيعادل 3 اي تي بي في سلسله نقل الالكترون، اما ده بيعادل ب 2 اي تي بي. صح كده؟ يبقى معنى كده ان في جزيئات طاقه مباشره وجزيئات طاقه غير مباشره. الطاقه المباشره اللي هو بيجي يقول لك طلع اي تي بي. طب الغير مباشره اللي هي كانت في الفاد اتش 2 والناد اتش اللي هم بيخشوا في سلسله نقل الالكترون، ان الناد اتش ده ب 3 اي تي بي والفاد اتش 2 ب 2 اي تي بي، فدول بسميهم غير مباشرين. اما لما يطلع لك جزيء اسمه اي تي بي يبقى ده اسمه مباشر. طب ما تيجي نحسب عدد الجزيئات بتاعه الاي تي بي المباشره وغير مباشره الناتجه من جزيء جلوكوز بقى، اللي هو بقى المراحل بتاعته انشطار ودوره كريبس وسلسله نقل الالكترون كله على بعضه كده. طيب يبقى هنا عدد الجزيئات او عدد بقى جزيئات الاي تي بي المباشره وغير المباشره الناتجه من اكسده الجلوكوز. هي سهله جدا بس عايزاكم تكونوا مركزين، هي سهله. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يا ولاد، تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي هقسم كده، ده اللي هو السيتوسول وده الميتوكوندريا اللي هي مين حصل فيها دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون، أما ده انشطار الجلوكوز أهو. تمام. طيب إحنا عندي في الأول كده، ناخد بقى بلون تاني عشان يبقى الكلام واضح. عندي في الأول كده ركزوا معايا جزيء جلوكوز، واداني بعد كده 2 جزيء فسفو جليسرالدهايد. كلام جميل. 2 جزيء فوسفو جليسرالدايد لما كان يتحولوا الى 2 حمض البيروفيك كان طلع لي ايه؟ كان طالع لي 2 اي تي بي و2 ناد اتش. طب ما نيجي نشوف اهو، يبقى ده اهو 2 اللي جاهز 2 اي تي بي خلاص على طول، اما هنا كان طالع لي 2 ناد اتش. طب ما هو الاثنين ناد اتش، واحنا عارفين ان الواحده ناد في سلسله نقل الالكترون ب3، يبقى الاثنين في 3 بكام؟ ب6، يبقى 6 اي تي بي عشان ما نيجي نجمع في الاخر اهو اعمل عليهم دواير. تمام كده. طيب 2 حمض البيروفيك في مرحله التحضير قبل ما يخش للميتوكوندريا اللي هي حلقه الوصل ما بين انشطار الجلوكوز ودوره كريبس، كان في نوات قبل ما يديني 2 جزيء اسيتيل مرافق الانزيم ايه او كو انزيم ايه، كان بيديني هنا 2 ناد اتش. طب ما هو الاثنين ناد اتش، الواحد فيهم تاني يا ولاد تاني. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي 2 ناد اتش، 2 ايه؟ ناد اتش. طب ما هو الناد اتش ب3، 3 و3 6، يبقى احنا حاسبين ده صح. طيب دي الواحد ب3 وكمان واحد ب3 يبقوا 6 اي تي بي. تمام. انا كنت بحسب حسبت واحده بس، ما هي الواحده ب3 يبقى الاثنين بايه؟ ب6. حلو كده. طيب اكتب بقى اللي هو دي كانت مرحله التحضير لما كنت بقول لك بخش معاه بواسطه وبعد كده يحضر نفسه. طيب نيجي نعمل بقى اللي هي مين؟ اللي بيحصل فيه الميتوكوندريا اللي هي دوره كريبس، 2 جزيء اسيتيل كو انزيم ايه. تمام. طيب الجزيء الواحد انا هعمل الجزيء الواحد وبعدين اللي انا اعرفه ان هو طالع من دوره كريبس، من دوره كريبس اضربه في 2. تمام كده. طيب هنا ادي هنا كده مين كده؟ دوره كريبس. طيب احنا هناخد اللي في الدوره الواحده الاول. الدوره الواحده كانت بتديني 1 اي تي بي. طب الاثنين يبقوا 2 اي تي بي، خلاص اتفضينا منهم. طب كان عندك كام جزيء ناد اتش؟ كان عندي كام جزيء ناد اتش؟ كان عندي 3. حلو 3. طيب في الاثنين يبقوا 6. تمام 6. وانت عندك الجزيء ب3، جزيء الناد ب3، الواحد ب3 وانت عندك 6 ناد اتش، يبقى ال3 في 6 بكام؟ يبقى انا عندي هنا 3 الناد الاول ناد اتش. طب في الدورتين يبقوا بكام؟ يبقوا 6. تمام. طب ال6 تضربها بقى في 3، يبقى ال6 في 3 ب 18
اي تي بي. المفروض كنا كتبنا في وسط الايه الصفحه. المهم يبقى 18 اي تي بي. طب عندك كمان الفاد اتش، الفاد اتش 2، الفاد اتش 2 واحده، وفي الدورتين يبقوا 2، والواحده اصلا في الفاد اتش 2 ديت بكام؟ ب2. يبقى 2، يبقى انا عندي ده كده 2 عندي 2 و2 اضربهم في 2 يبقوا بكام؟ يبقوا ب4 اي تي بي. تمام. في حاجه تانية معانا يا اولاد؟ لا، عندك 4، عندك 18، عندك 2، وعندك 6، وعندك 6، وعندك 2. لو جمعناهم هنلاقوهم 38 اي تي بي. تمام. احنا قلنا اللي احنا عندنا 2 اي تي بي مباشر، 2 اي تي بي مباشر في انشطار الجلوكوز، ولكن احنا كان عندنا 2 من الناد اتش اللي هم اصلا 6، يبقى دول غير مباشرين بينما دول مباشرين. تمام، عشان ما تلخبطوش. طب دورة كريبس كانت كام اي تي بي بعد ما خدت الاي تي بي المباشره والغير مباشره؟ دوره كريبس يا اولاد، دوره كريبس فيها 34. 34. لو انا جيت حسبت دول كده، دول كام؟ هنا بيقول لي دوره كريبس. دوره ايه؟ دوره كريبس. احنا عندنا انشطار الجلوكوز دوره كريبس، لا دوره كريبس كان فيها 2 اي تي بي مباشر. تمام. لا، دوره كريبس فيها 2 اي تي بي مباشر. تمام كده عشان ما لخبطكوش بس. وكله 38. اما دوره سلسله نقل الالكترون، لو انا عايز اعرف اللي طلع في سلسله نقل الالكترون اللي هو ده واحد اهو، وده كمان عندك 6 و6. تمام. 6 و6 و18 و4، نجمعهم كده 6 و6 و18 و4. تمام. دول 10 و6، 10 و6 16 و18 كام؟ 8 و6 4 ومعاك واحد يبقوا 3. يبقى ال 34 دول في سلسلة نقل الإلكترون. أنا حسبتهم معاكم، سلسلة نقل الإلكترون مش دورة كريبس. يبقى دورة كريبس فيها 2 اي تي بي. تمام. يبقى دورة كريبس فيها كام؟ فيها 2 اي تي بي. حلو كده. اما لو انا دخلت اللي هو الفاد والناد والفاد، لما دخلتهم سلسله نقل الالكترون، فسلسله نقل الالكترون هتطلع لي الطاقه، هتحرر لي الطاقه نتيجه ان هي بتشيل الهيدروجينات او الالكترونات على المستويات بتاعه السيتوكرومات، فهتديني كام في سلسله نقل الالكترون؟ 34 اي تي بي. تمام كده. طيب يبقى انت عندك في انشطار الجلوكوز 2 اي تي بي، عندك في دوره كريبس 2 اي تي بي. اما في سلسله نقل الالكترون اللي هي ده كله اللي احنا حسبناه، سلسله نقل الالكترون فيها 34 اي تي بي. يبقى 34 ومعاك 2 في انشطار الجلوكوز و2 في دوره كريبس، يبقوا مجموعهم 38 اي تي بي. تمام. طيب كده احنا حسبنا الجزئيه دي. نيجي بقى للجزئيه بتاعه التنفس الخلوي اللاهوائي اللي هو التخمر. عندي التنفس، يا رب بس ما تكونوش اتلخبطتوا في الحته دي. انا بحاول ان انا احسب يعني الحاجات اللي بتيجي في ذهني اللي انا احسبها لكم عشان ما تبقوش متلخبطين. بقول لكم يعني اي تي بي مباشر، ويعني اي تي بي غير مباشر. المباشر اللي هو كده مكتوب في ريحه كده، واحد مثلا اي تي بي او 2 اي تي بي، ده اسمه مباشر. اما الغير مباشر اللي هم نتيجه تحويل الناد اتش والفاد اتش 2. تمام كده. طيب التنفس مين يا ولاد؟ التنفس الخلوي اللي هو اللاهوائي اللي هو التخمر. قال لك بقى هو عبارة عن ايه التنفس الخلوي اللاهوائي؟ قال لك هو حصول الكائن على الطاقة من جزيء الغذاء اللي هو الجلوكوز. تمام. هو حصول الكائن على الطاقة، الكائن الحي على الطاقة من جزيء الغذاء اللي هو الجلوكوز. طيب تمام. كمان بيتم، بقول لك تنفس لاهوائي يبقى يتم في نقص او غياب الاكسجين. طيب محتاج انزيمات ولا؟ قال لك مفيش اكسجين، يبقى اكيد في حاجه تساعده اللي هو مين؟ الانزيمات. يبقى محتاج الى انزيمات. طب كميه الطاقه؟ قال لك كميه الطاقه ضئيله اللي هي 2 اي تي بي. يبقى كميه ضئيله من الطاقه
2 اي تي بي. يبقى التنفس اللاهوائي 2 اي تي بي، انشطار الجلوكوز 2 اي تي بي، دوره كريبس اللي هم المباشرين 2 اي تي بي، سلسله نقل الالكترون الكل اللي ناتج من الفد والند هيبقى 34 اي تي بي. طيب نجيب بقى ورقه تانية عشان نعمل فيها المخطط اللي هو بتاع التنفس. مين يا ولاد؟ بتاع التنفس الايه اللاهوائي اللي هو التخمر، وهناخد الانواع بتاعته دلوقتي. لو انا قلت احنا كان عندنا الجلوكوز حصل له انشطار، مفيش مشكله. لما حصل له انشطار احنا بقى كنا بنقول ايه؟ حصل له انشطار هيديني بعد كده 2 جزيء حمض البيروفيك. طبعا قلنا ده لو كان في تنفس هوائي يبقى دوره كريبس، تنفس لا هوائي اللي هو التخمر اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. طب اثناء انا اعتبر ان هو هيخش في تنفس لا هوائي، مش كان في هنا انشطار الجلوكوز لما يجي يتحول الى 2 حمض البيروفيك كان 2 اي دي بي هيديني 2 اي تي بي. يبقى انا عندي كام اي تي بي؟ 2 اهم. تمام. طيب عندي برضو كده الاتنين اي دي موجب ويدوني 2 ناد اتش. هتقولي طب مش المفروض دي كانت اتحولت؟ انا بقول لك تنفس لا هوائي، احنا عارفين سلسله نقل الالكترون محتاجه اكسجين عشان تستقبل اصلا اللي هي الالكترونات العاديه والبروتينات، فهمتني؟ فهي ديت انا ايه مش هحولها لاي تي بي، فاحنا كده عندنا اي تي بي مباشره اللي هم كام؟ 2. تمام كده. طيب عندي بعد كده الاتنين حمض البيروفيك هنا هيحصل له اختزال بعكس اللي كان حاصل قبل كده في دوره كريبس. دوره كريبس كان حاصل فيها اكسده، كانت بتفقد الكترونات، بتفقد هيدروجين او الكترونات. اما هنا لا، ده حصل لها اختزال. طالما ده حصل لها اختزال يبقى حاجه يحصل لها اكسده. مين اللي هيحصل له يا اولاد اكسده يا ترى؟ اللي هو الاتنين ناد اتش تفقد هي بقى الهيدروجين تتحول الى 2 الناد. تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اختزال، يبقى ده اكسده. تمام كده. يديني بعد كده اللي هو مين؟ التخمر. والتخمر يا ولاد نوعين، تخمر حمضي وتخمر كحولي، واسمه على حسب نوع الخليه. يعني لو كان بيحصل في العضلات والبكتيريا يبقى تخمر حمضي. لو كان بيحصل في بعض أنسجة النباتات والخميرة يبقى ده اسمه تخمر كحولي. طيب هنا في التخمر اللي هو الحمضي هيديني 2 جزيء حمض اللاكتيك اللي هو حمض اللاكتيك اللي هو C3H6O3. تمام كده. طيب هنا الكحولي من اسمه هيديني 2 جزيء كحول ايثيلي او بقول عليه ايثانول زائد 2 CO2. يبقى هنا هيديني 2 جزيء كحول ايثيلي اللي انا بسميه ايثانول زائد 2 CO2. تمام كده. طيب نيجي بقى نشوف، او هقول ده بسرعه قبل ما اتكلم عن الجزئيه اللي تحت. الجلوكوز حصل له انشطار، الانشطار اداني 2 حمض البيروفيك، وده الاي تي بي اللي احنا اساسا بيقول لك ناتج او كميه الطاقه اللي طالعه من التنفس اللاهوائي 2 اي تي بي و2 اي تي بي و2 ناد اتش. دولت الناتج بتاع التنفس اللاهوائي يا ولاد. هكتبه بقى بالمره. ناتج التنفس اللاهوائي اهو، ناتج التنفس اللاهوائي من خلال المخطط اللي احنا عملناه 2 ناد اتش و2 اي تي بي، 2 جزيء اي تي بي اللي هو ده واللي هو ده. تمام كده. طيب قال لي بعد كده ده بيحصل له اختزال. لما يحصل له اختزال ده يبقى يحصل له اكسده. فعندي نوعين من التخمر، تخمر حمضي وتخمر كحولي. لو حصل في العضلات والبكتيريا يبقى ده تخمر حمضي، حصل في بعض انواع النباتات والخميره يبقى ده تخمر تخمر كحولي. طب نيجي للتخمر الحمضي. احنا عندنا العضلات، قال لك في حاله التدريبات الشاقه او العنيفه بتلجا العضلات الى التنفس اللاهوائي، ما عادش فيه اكسجين، فتعمل ايه؟ تعمل على اختزال حمض البيروفيك وتديني حمض اللاكتيك. تمام كده. يبقى بيعمل على اختزال، او في التخمر الحمضي بيتم اختزال البيروفيك بالاتحاد مع الالكترونات اللي موجوده على مين؟ الموجوده على الناد اتش، باخد منها ذرات الهيدروجين، فبتحول لي اللي هو حمض البيروفيك بعد ما بيتم اختزاله الى مين؟ حمض اللاكتيك. يبقى هنا اختزال البيروفيك
الى مين؟ حمض اللاكتيك. تمام، الى حمض اللاكتيك. وقلت ان هو بيختزل بواسطه ايه؟ الهيدروجين او الهيدروجين اللي موجود على الناد اتش. تمام يا ولاد. طيب قال لك ده بيسمى بعد كده بالتعب العضلي، ولو الشخص تناه يعافر ويعافر وهو عنده تعب عضلي ممكن يسبب له شد عضلي، ولو استمر بعد كده ممكن يحصل له نزيف في العضله. تمام، يبقى في الاول بيحصل تعب عضلي، بعد كده لو انا تنيتني اضغط على نفسي يحصل شد عضلي، ولا قدر الله ممكن ببذل مجهود اكتر يؤدي الى نزيف في العضله. علشان كده لاعبين الكوره لما واحد بيحصل له شد عضلي ليه بيقعد او بينزل حد مكانه؟ ليه ما بيكملش لعب وخلاص ومحدش عارف حاجه؟ هو بيضر نفسه. طيب علشان ترجع العضله تشتغل تاني ويزول التعب العضلي، يكون الفرد محتاج الى مين؟ الى راحه عشان يتوفر له الاكسجين، يرجع الاكسجين ياكسد لي حمض اللاكتيك ويوديهولي الى حمض البيروفيك. حمض البيروفيك يروح مره تانية الى مين؟ الى اسيتيل مرافق الانزيم عشان يتم مراحل التنفس الخلوي الهوائي اللي هو دوره كريبس وانتاج الطاقه. يبقى انا لو انا عندي لزوال التعب العضلي اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج راحه. ليه؟ الراحه بتعمل لي ايه؟ الراحه بيكون فيها تم توفير الاكسجين. الاكسجين يروح يأكسد مين؟ يأكسد اللي هو حمض اللاكتيك. لما يأكسد لي حمض اللاكتيك هيديني مين؟ رجع لي حمض مين؟ البيروفيك. وحمض البيروفيك هيروح يتحد مع مين يا ولاد؟ هيتحد مع مين بقى اللي احنا كنا بنقوله في دورة كريبس ان هو هيتحول بعد كده الى ايه؟ طبعا لما بيتحد مع الوسط اللي هو الكو انزيم ايه هيديني الاسيتيل كو انزيم ايه؟ يبقى جزيء اسيتيل كو انزيم ايه. تمام، وبعد كده يخش مين بقى؟ دورة كريبس عشان يديني الطاقة. تمام. طيب كمان تطبيق في حياتنا على المعلومة دي، ان لما يبقى في صياد بيجري فترة طويلة ورا طائر معين، فالطائر ده نتيجة ان هو بيبذل مجهود كبير جدا يجي الصياد يصطاده بلاقي اللحم بتاعه مر ليه؟ قالك علشان تراكم مين؟ حمض اللاكتيك، تراكم في اللحم اللي هو العضلات بتاعت الكائن او الطائر ده، وبالتالي بنلاقي اللحم مر نتيجة تراكم حمض الايه؟ اللاكتيك. ده تطبيق في حياتنا. طيب عندي البكتيريا بقى، البكتيريا قال لك برضو بيحصل اختزال لحمض البيروفيك، نفس الكلام بيحصل اختزال لحمض البيروفيك ويديني حمض اللاكتيك. بس النوع بقى من التخمر ده بيستخدم في صناعه ايه؟ الالبان، زي الزبادي، زي الجبنه، زي الايه؟ زي الزبادي والجبنه والزبد. تمام، يبقى هو نفس الكلام كله بيحصل له اختزال يدينا حمض اللاكتيك. بس في بتاعه البكتيريا دي بتستخدم في بعض الصناعات زي صناعه مين؟ قلنا صناعه الالبان. وقلنا الالبان زي مين؟ الجبن، الزبد، والزبادي. حلو كده. طيب نيجي بقى للجزئيه بتاعه الكحولي اللي هي بعض انسجه النبات والخميره. ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك بيختزل حمض البيروفيك، بس بدل ما يديني حمض اللاكتيك لا بيديني كحول مين؟ ايثيلي وثاني اكسيد الكربون. يبقى هنا نفس الكلام، هنا برضو يختزل حمض البيروفيك بس مش لحمض اللاكتيك. امال هيديني ايه؟ هيديني اللي هو كحول ايثيلي. كحول ايثيلي اللي هو ايثانول زائد CO2. تمام. طيب يعني 2 من ده و2 من ده. وده طبعا اللي هو الكحول او اللي هي الخميره بتستخدم فين؟ او التخمر الكحول بصفه عامه بيستخدم في صناعه الكحول وفي صناعه الخبز. ايوه، ما احنا علشان كده بنحط الخميره على الخبز عشان زي ما بيقول ان يحصل له تخمر. ولما نيجي بعد كده بنخبز العيش بنلاقي العيش ارتفع. اللي خلاه يرتفع لما بيبقى فيه الفرن نتيجه ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيطلع. تمام، فهو اللي بيخلي العيش ينتفخ. تمام. طيب نيجي نشوف بقى ايه. احنا كده خلصنا اللي هو التخمر او التنفس الايه؟ اللاهوائي في النباتات. نيجي نشوف بقى تجربه تثبت عمليه التخمر الكحولي اللي هو التنفس من يا ولاد اللاهوائي. يبقى احنا كده خلصنا. يبقى انا عندي هنا تجربه تثبت عمليه الايه؟ التخمر الكحولي اللي احنا بنقول عليه تنفس لا هوائي.
هنجيب ايه؟ هنجيب عسل اسمر، تمام، ونخففه بنخففه بالميه بنسبه كام؟ بنسبه 1:2، يعني الميه قد الكميه اللي انا هاخدها من العسل مرتين. يبقى استخدم عسل ايه؟ مخفف. ادي الدورق، هحط هنا سداده كده اهي، السداده، واطلع منها ايه؟ واطلع منها انبوبه. حلو كده. واحطه في مين؟ واحطه هنا ماء جير، هنا ماء جير، ماء جير، تمام. طيب هنا عندي محلول سكري، محلول سكري اللي هو مخفف يا ولاد، اللي هو العسل المخفف، تمام، زائد خميره، واضيف كميه من الخميره، واحط هنا سداده عشان الغاز ما يطلعش بره. هلاقي ماء الجير تعكر، يبقى معنى كده ان تصاعد مين؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. ولما اجي اشم ريحه الذره هلاقيه ريحته كحول. انتوا ممكن تعملوا اصلا التجربه دي في البيت، تمام. طيب يبقى احنا هنلاحظ ايه؟ تصاعد فقاعات غازيه فوق سطح الذره، هلاقيها اللي هي مين؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. وعرفتوا منين الغاز ثاني اكسيد الكربون؟ من تعكر ماء الجير. كمان بشم ريحه الذره بلاقيها ريحتها كحول. معنى كده ان الخميره قامت بعمليه التنفس اللاهوائي في غياب الاكسجين، وده بيسمى بالتخمر مين؟ التخمر الكحولي. وثاني اكسيد الكربون بيعكر لي ماء الايه؟ ماء الجير. يبقى بكده احنا نكون خلصنا الجزئيه دي. كل الجزئيه اللي هتقابلك اللي هي دوره كريبس، سلسله نقل الالكترون، لو انت فهمتهم، وطبعا انت ان شاء الله تكون فهمت انشطار الجلوكوز، مش هتكون محتاج حاجه. الحاجه لو انت ما انتش عارفها حاول ان انت تعيدها تاني في الفيديو، هتلاقي نفسك عرفتها ان شاء الله. نيجي بقى للجزئيه الاخيره، او اللي هي الجزئيه بتاعه الواجب. اختر الاجابه الصحيحه خليه يحدث فيها انشطار جلوكوز حتى خطوه تكوين حمض البيروفيك. هذه الخليه لا تحتوي على ايه؟ اجسام جولجي وميتوكوندريا ريبوسومات شبكه اندوبلازميه. السؤال الثاني، نتج عن سلسله نقل الالكترون ايه؟ 34 اي تي بي ولا 38 اي تي بي ولا 4 اي تي بي ولا 2 اي تي بي؟ على فكره انا حليت دي معاكم. رقم 3، خلال انتقال الالكترون اثناء سلسله نقل الالكترون ينتج طاقه من الاي تي بي من الفاد اتش 2 تمثل نسبتها من نسبه الاي تي بي الناتج من الناد اتش 2 حوالي كام؟ 66%، 33%، 8%، 25%. سؤال رقم 4، الطاقه الناتجه عن التنفس اللاهوائي في العضلات أقل من الطاقة الناتجة عن التنفس الهوائي، وذلك يرجع إلى: هل استهلاك الطاقة في تكوين ثاني أكسيد الكربون، استهلاك الطاقة في تكوين الأكسجين، بقاء الطاقة مخزنة في حمض البيروفيك، بقاء الطاقة مخزنة في حمض اللاكتيك. سؤال رقم 5، عدد جزيئات الاي تي بي الناتجة من أكسدة جزيء واحد من حمض البيروفيك أكسدة تامة أو أكسدة كاملة، 6 ولا 15 ولا 36 اي تي بي ولا 38 اي تي بي؟ يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. دمتم سالمين وموفقين وأقرب إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.